هلا وبنات، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير حبايب. مثل ما تتذكرون قبل اني قلت لكم على وزني ليش زاد وشنو السبب اللي زاد وزني، فراح اخلي لكم من عنوان الفيديو بالوصف جوا وتشوفونه حبايب قلبي. فحبايب هنا قررت اشوف الوزن مالتي ايش قد صار هسه، بما انه هو كان حبايبي 87 اذا تتذكرون بالفيديو، فقررت هسه اوزن وياكم ونشوفه سوية حبايب. يلا مشونا نشوفه سوية حبيباتي، وانا واخذتكم وياي للميزان حتى نقيس الوزن ايش قد صار واشوف الانجاز اللي سويته هذا ايش قد صار حبايبي. احس بفخر بي. وشوفوا بنات بام هنا وزني صار 73 بنات، بس هذا الميزان ترى يزيد، فاعتقد وزني 73 ضبط حبايب. انا مفتخرة بهذا الشيء واحس بكمية فخر بنفسي بانه اني سعيت وبنفس الوقت يعني طبقت الشيء اللي ردته. فهنا بلشت اسوي لي اومليت للريوق حبايب قلبي. اول شيء خليت خبز تورتيلا بالطاوة، اي طاوة عندكم طالعة الدنيا من عينها تخلوها تكون عليها خبز تورتيلا. بعدها ايش سويت؟ برشون جزر وفلفل حبايب وفطر وبنات بصل، وتخلون عليها بياضات 2 أو 3 بكيفكم، وترشون رشة خفيفة من الكمون وملح حبايب قلبي، وتخلطوه كله زين حبايب حتى تخلونه على خبز التورتيلا. اي بنات، فبعد ما استوى خبز التورتيلا من الاسفل راح اضيف عليه حبايب الاومليت. بنات شوفوا لي هيجي عليه بنات، هم صحي وهم خفيف ولذيذ ما ينشبع من عنده حبايب قلبي. طبعا راح نبلش يومنا حبايب بطاقة حلوة وطاقة إيجابية. بما إنه نزل وزني، طبعا بنات شنو البرنامج اللي استخدمته حتى ينزل وزني؟ هو حبايب دايت عادي، بس ما حرمت نفسي، ما أحرم نفسي حتى ما أنفجع بعدين. هنا خليت جبن الموتزاريلا حبيباتي. خليني أكمل أومليت وأسولف لكم على نظامي اللي استخدمته بالدايت حبايب. وأكيد الرياضة بالبيت، أنا طبعا ما دخلت جيم بنات، بالبيت الرياضة عندي بايسكل رياضي وأطلع باليوتيوب تمارين رياضية وما شاء الله كلش فادتني. فبنات باعوا قلبت الأومليت بهذا الشكل حبايب، باعوا لي شلون حيستوى من جوا بنات، باعوا استوى من جوا. فأنا شو حسوي؟ راح أسوي مثل الصاج حبايب ألفه حبيباتي. طبعا صار يجنن والطعم ولا أروع، وجربوا أكلة جديدة تريقون بيها وياها الشاي حبايب، مهية الصبح وخفيفة وما يشبع منها صراحة. تخليكم وقت كلش طويل حبايبي انتو شبعانين، لأنه تشبع بنات خصوصا بالدايت. شوفوا لي شلون صارت كريسبي حبيباتي وتجنن، وبدون أي دهن وبدون أي شيء، مجرد رشات خفيفة من زيت الزيتون. هنا بلشت يومي، بلشت بالكنتور. قلت اليوم أنا أريد أسوي كنتوري وكنتورة بوناية، أصفطها ما صفط الجنات ملاتي. فهنا بلشت حبيباتي أصفط بالملابس مال الكنتور. اليوم قلت أرتبهن وياكم حبايبي. شوف رتبتهم بهذا الشكل، وبعدها دامسها حبايب الكنتور إنه أصفط بيه الجنط ملاتي حبايب قلبي، حتى أحب يعني أشارككم أني نسويهم سوية بنات. شي يعني شلون أني دائما حبايب ما أهمل الكنتور، كل فترة أني أعزله، أعزل ملابس أبوناية جناطي. أهم شي جناطي أبوناية، قلي أهم شي جناطة جناية أهم شي. قلت له أهم شي الجناط، أهم شي سوالف الميك اب، أهم شي هذن المرأة هذن اللي تحبن هذن أهم شي. فبنات خليني أسولف لكم شوية على النظام اللي استخدمته. بنات أني دايت طبيعي، بس شنو ما أحرم نفسي. شنو ابتعدت عن الزيت والخبز الأبيض حبيباتي، وابتعدت عن الشكر. يعني حرفيا الشكر ما أشرب الصبح بالشاي حبيباتي. وبنفس الوقت ابتعدت عن الخبز الأبيض، صار أكلي عبارة عن توست أو عيش أسمر أو كلش خبز أسمر بالشعير حبيباتي. هذا أقصى شيء وأكثر شيء يعني آكله خلال فترة الدايت هو السياح، اللي هو طحين التمن مطحون أسوي منه سياح. ويعني صراحة ما يزيد الوزن وكلش خفيف ويشبعك أكبر وقت ممكن. ووزعت وجباتي بنات حتى ما أحرم نفسي. يعني هسه دائما مثلا اشتهيت أكل يعني أكلة مثلا قوية، مثلا صاج، مثلا بيتزا، عادي أسويها،
بس أسويها بطريقة دايت. يعني شلون أسويها؟ مثلا أجيب عيشة سمراء وأخلي عليها الجبن موتزاريلا وأخلي عليها الفلفل الناعم والطماطم الناعمة وشوية صدر دجاج حبايب، وأسوي أطيب بيتزا دايت. ابتعدت عن المشروبات الغازية بشكل كامل بنات. كلش من أشتهي حلا أكل قطعة صغيرة من الشوكولات الحبايب الدارك، هاي أخص شي حبايب. فابتعدت بس ما حرمت نفسي على مود بعدين من أنزل للوزن اللي أريده. طبعا أنا أريد أنزل وزن 67 أريد أصير هذا الوزن اللي أريده أني. فلازم من أريد أنزل هذا الوزن حبيباتي لازم أهم شي ما أحرم نفسي ومو أجي مفجوعة للأكل بعدين حبايب. فأسوي الأكلات اللي أحبها وأوزع وجباتي، وأكيد الفواكه حتى ما يصير عندش نقص فيتامينات حبيباتي. وتبتعدين عن الأكل بالليل كلش. إذا كلش جعتي بالليل سويش ساندويتش بسيط من الجبن وعليه زعتر، هذا كلش شيك في حبيباتي. بس الأهم إذا تريدين تنزلين وزن يعني بسرعة، ابتعدي عن المشروبات الغازية والزيت والخبز الأبيض حبيباتي، أو ابتعدي عن شو اسمه حبيباتي راح أنبالي الشكر والمشروبات الغازية. تمام حبايب. طبعا انت عندك طموح وانت قوية وانت تقدرين تسوين هذا الشيء. مع العلم انا اول فترة كانت صعبة علي، قلت معقولة راح يعني استمر؟ لا، بس استمريت. خليت ببالي انه انا لازم اكون قوية ولازم اصل للوزن اريده الخاطري والخاطر اطفالي يحتاجوني، لانه هذا الوزن اللي اوصلنا ممكن مو صحي، ممكن يأذيني، ممكن يخليني يعني اكبر بسرعة حبيباتي. فاطفالي يحتاجوني واني هم صحتي حلوة ومهمة الي بنات. فاستمريت بس بنفس الوقت ما حرمت نفسي ونوعت. واذا يعني كلش مثلا اشتهيت اكل فتشي، مثلا هاي مرة مثلا عزمت، صارت عزيمة، صار مثلا طلعة مفاجئة، عادي اكل من الاكل اللي موجود بس بحدود بنات، ما يخرب اي شيء. ما يخليش انه انت خلاص يعني انت تخربطني بشكل نهائي. انت استمري حتى لو اليوم انت زهوبتي شوية على قالتهم، بس انت راح تستمرين باكر. امود وياي وعادي زغلطت اليوم، واليوم زغلت بنات، فخليني عادي باكر يعني اقطع الدايت. لا بنات استمري انه انت ان شاء الله توصلين شي تبدينه ولا تحبينه. اكيد الرياضة بنات يوميا نص ساعة، حتى لو ما تقدرين تلعبين الرياضة امشي بالبيت لمدة نص ساعة وشوف التغيير وشوف الطاقة اللي حتجيك. واكيد النوم لازم تنومين وقتك وتنامين حبيباتي، حتى لو تنامين متأخرة ب2 و1:30 لازم تخليج أبشي 6 ساعات 7 انتي نايمة بيهم. تمام حبايب. طولت عليكم. وهنا شفتوني أنا شان عزيت كنجاري وكنجرة بناية وصمغ فرمانايات وتعزيلات البيت اللي ما تخلص بنات. فقلت خليني شوية أحكي لكم للاستفادة حتى تستفادون من النظام مالتي حبايب قلبي، وعلى مود همين انتو صرتكم طاقة إيجابية وتستمرون حبايب الخاطر أطفالكم. بما أن أني وزني زاد بسبب القهر والتفكير الزايد وهمل صحتي فترة كلش طويلة بسبب مرض نايات، بس باوعت أنه هي تحتاجني، أطفالي يحتاجوني، الكل يحتاجني. فلازم أني خلاص أرجع للوزن اللي أريده وأرجع مثل ما أني كان وزني الخاطري وخاطر جسمي وخاطر أطفالي. شوفوني اللزقات بنات اللي هاي شو يسوون، تجيني بضاعة بنات، فشو يسوون أطفالي ياخذون كل شيء من البضاعة، يجيبون البضاعة هذه أعطيهم لزقات هاي سوالف. فشي يسوون يطلعون مهاراتهم يلزقوننا على الكاش بنات. وهنا بلشت ألعابهم، لأن ألعابهم ما تخلص، كل شوية تجيلي شو مكان بألعاب، وين ما أروح ألقاهم ألعاب. طبعا بنات أريدكم تكتبوا لي بالكومنت شلون يعني بلشتوا تنزلون وزنكم وشو النظام اللي تستخدمونه حبيباتي، واحكوا لي شوية عن نفسكم بالكومنت. أحب أشوف تعليقاتكم الحلوة لا تحرموني منها. فهنا بنات بلشت أمسح العربية حبيباتي، شوفوا لي صارت تلمع. يعني هالشي انتي البيت يلمع، مع العلم اني امسحه ابشي بيه 4 مرات، بس اهم شي البيت يصير يلمع ونظيف
ولما حبايب عفتها آخر شي قلت خليني أخلص كل الشغل اللي عندي وبعدها أبلش بالمواعين، يعني لأنه صراحة اتعاجزت منهم، صراحة تجيني أيام أتعاجز منهم وأيام لا أحب أغسلهم وأنظفهم وهيك شي أحس وأدندن ويا نفسي لو أحط مسلسل أتفرجها قدامي وقاعد أغسل المواعين، أحب هذا الشي بنات. ما أعرف أنت هم مثل تحبون طبعا على مسلسل فد شي قدامكم وأنتم تغسلون المواعين اكتبوني بالكومنت حبايب قلبي. وهنا رحت للطباخ بنات، همين أخذت له ترويقة سريع حبيباتي وصاروا شوفوني النظافة يلمعون هذا المطلوب بنات. يلا قوموا لمعوا البيت قوموا نظفوا حبايب، خليكم دائما إيجابيين. هنا طلعت لهم الغدا حبايب، الكبة والبورق. أنا قلت لكم بالفيديوهات السابقة أسوي لهم كبة وبورق حبايب وأجمدهم لهم حتى يأكلون بيها، حتى يكون يعني ميزانيتي خلال الشهر متوازنة. إذا تحبون أنزل لكم طريقة البورق والكبة بنات اكتبوا لي بالكومنت حتى أسوي لكم إياها. وآخر شي لازم نايات، هنا نروق نايات الجميلة ونسوي لها شاور حلو والتسريحة الحلوة وصارت تجنن وريحتها تخبل حبايب. وجيت أقرل أظافرها، طبعا هي بعشف ايش تسوي بنات من اقرل اظافرها تتخبل، ما تريدنا اقرلهن بابا توخر ايديناتها بنات. وانا قرضتهم حبايب بس يراتي اصبغ اظافرها ان شاء الله على يوم اصبغ اظافرها، اصور لكم من اصبغ اظافرها. تحب اصبغ اظافرها تموت على تصبيغ الاظافر. وشوفوا لي هم غاروا منها اخوانها وجوكنهم يلا ماما قربينا ليش بس نايات. وهنا بنات رحت للبالكون، اخر شي خليتها البالكون بالليل، طببت الملابس بنات وقلت خليني اغسلها. هاي شوفوا هالتراب بنات اني قبل 3 ايام غاسلتها، بس التراب بما انه صيف كل شويه يصير تراب، فكنت 3 ايام 4 ايام مرات لازاغل حبايب اسهل كل 5 ايام اغسل البالكون. فهنا بلشت اغسل بالبالكون وانظفها حبايب. طبعا ما عليكم هاي بايسكلات اولادي خطيه انكسروا وما لعبوا بيهم هواي، فان شاء الله اريد اصلحهم انهم ويلعبون بيهن. وهنا شوفوا لي ترويقه سريعه هماتين للدرج بنات والبالكون بنات، بس بقول التراب ولا عبالك اني قبل 3 ايام غاسلتها. التراب فظيع هاي الايام حقيقه بنات. شوفوا لي صارت تلمع حبايب قلبي. وهنا نومت الجهال وقمت على كيف قلت ما طول وزني نازل، اني صار لي هواي ما ماكله اندومي، اني احب الاندومي فقلت خليني اقوم اسوي اندومي وناكلها اني وابو نايا، مع العلم ابو نايا مو كل شوي الاندومي بس اني احبها. فايش قلت خليني اسوي 2 بس ما اكلهم كلياتهم، اخلي ابو نايا اكثر شي ياكلهم، اسويهم صحيات قدر الامكان، اخلي وياهم جزر وفلفل وجبن موتزاريلا وجبن كريمي حتى يصيرون صحية قدر الامكان. بس بنفس الوقت حبايب ما اكثر، حتى لو انا مسويتهم قدر الامكان صحيات ما اكثر منهم. بس انا صار لي اشهر ما ماكلتها، يعني تقريبا شهر ونص، يعني كل جيت يلا اكلها، بس اطفالي ما اخليهم دايما ياكلوها حبايب قلبي. فنومتهم وقلت اسوي على كيف اندوم حتى ما يسمعوني. وهنا خليت الجزر والفلفل حبايب، وبعدها خليت المي بنات، وبعدها اكيد اويفن عندهم حبيباتي. والبهارات ما اخليهم 2 حبايب قلبي، اخلي بس بهارات وحده لانه اصير بها كميه ملح حبايب. فاني بما انه انا قلت لكم انه اني دايت حتى ما يصير بها طعم بهارات قوي، فخليت بس بهارات وحده. شوفوا بنات، والثانية شلتها ومويتها اسوي بيها شي ثاني، فد اكلة معينة اخلي عليها شوية البهارات. فبنات باقوا طبعا فرحانة اني شنو هنا ميت ضحك اقول بنايي واخيرا راح اكل اندومي، احب الاندومي يا بناية بس عليك الله متخيلة اكل هواي انت اكل نصها. يقول يعني اني ما احبها انت تجبريني اكل حويات، قلت له لا شنو. هنا قمت اغسل هذا الجدر بنات، احب اكل بيه اندومي، هذا من بضاعتي حبايب قلبي، فباولي رسلته حتى اخلي بين اندومي حتى احسب نفسي بانه اذاني يعني قاعده بمطعم صيني يا مطعم ياباني بنات. بس عاوزي بس هاي الاوازين احبهم، ان شاء الله في اليوم اشتريهم واشوفكم اياهم.
وهنا استوت الاندومي حبيباتي. راح ابدي اضيف عليها حبايب قلبي الجبن الكريمي بنات، واضيف عليها جبن موتزاريلا اخر شي اعوفهم لان ينطوها طعم كلش طيب وصير كلش طيبة وما ينشبع منها. فشوفوا خليت هنا الجبن الكريمي وخليت الجبن موتزاريلا حبايب، صارت كلش طيبة. بنات انتوا ما تحبون مثل الاندومي؟ اكتبوا لي بالكومنت ايش كم يعني كل فترة ايش قد تاكلوها حبايب، كل ايش قد وايش قد تاكلوها، اكتبوا لي بالكومنت. شوفوا بنات استوت وصارت تجنن والطعم ولا اروع. وكنا هاني وابو نايا وهنا ضمير انبني قلت وش انت ما ضل اكلت اندومي منايا، قومي روحي لعبي بالبايسكل الريال. وهنا قاعدة العب بالبايسكل الريال وقبل ما انال لان ضمير انبني ما اقدر. وهنا بنات هذا على اساس العب بالبايسكل قمت امسح البايسكل شفت بيه تراب، يعني التنظيف يفدر وانا اللي هنا بنات. وخلص الفيديو اشوفكم بخير وسلامة. لا تنسون تشتركون بالقناة. باي باي.